بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم الكفتة المشوية ديت بأسهل طريقة، واقولك ازاي تطلع متماسكة منك كده وما تفكش معاكي. بس اتبعي معايا المقادير واذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. معايا بصلاية كبيرة، ومعايا نص كيلو من اللحمة، 20% منها دهون. لازم يكون 20% من اللحمة اللي انت هتعمليها كفتة دهون، لان دي اللي بتديها الطعم وهي السر في التماسك بتاع الكفتة. تمام. معايا بقى زي ما قلت لك بصلايه كبيره، هبشرها على الناحيه الناعمه واحطها كده بميتها. ما تقلقيش خالص، مش هتخلي الكفته تفك معاكي. ومعايا نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه بابريكا، نص معلقه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه بهارات مشاوي، ومعلقه كبيره دقيق. تمام. ما تقلقيش من الدقيق، مش هيغير طعمها وهيخليها متماسكه. هبتدي ادعكها جامد جامد كده. انا كنت نسيت احط عود بقدونس. حط الورق بس خراطير رفيع كده زي ما انت شايفه. حابه في الوقت ده تديلها ضربه في الكبه عشان تنعم وتتماسك معاكي. خلاص مش ما عندكيش كبه، دعكيها بايدك كده هتديكي نفس النتيجه. قعدت ادعكها بايدي كده لمده 5 دقايق لما فتلت كده ونعمت. دلوقتي بقى هغطي عليها واسيبها ترتاح في التلاجة لمده 10 دقايق او ربع ساعه او ساعة كاملة. تمام. دلوقتي بقى معايا خضار قطعته، بصل، طماطم، فلفل اخضر او حامي زي ما تحبي، وهبهره كده بفلفل اسمر وملح وشوية بابريكا. هدعكه كده معايا وابتدي اصبع الكفتة عليه. الخضار ده ما بترميش، طعمه بيبقى جميل. الكفتة كده بتنزل البهاريز بتاعتها عليه، بيتاكل كده بالعيش جنب الكفتة والطحينة، طعمه رهيب. دلوقتي عندي طبق فيه زيت، هبتدي ابل ايدي كده فيه واصبع الكفتة. شايفين قد ايه متماسكة وناعمة وجميلة، متماسكة جدا. وتقدري كمان ان انتي تشويها على الفحم على الاسياخ. مش ما تخافيش مش هتقع ولا هتفك منك، لا هي كانت متماسكة جدا معايا. وهوريكي دلوقتي قد ايه هي متماسكة زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبيبتي انزلي حطي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجة جديدة انا بعملها. شايفين اهيت متماسكة. انا ههز دلوقتي المعلقة معاكم اهو. شايفين ما بتقعش من عليها. زي ما قلت لك تقدري تشويها على الاسياخ على الفحم. تمام كده. هبتدي بقى اصبع الكفته بتاعتي كلها، وهكون مولعه الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. لو الفرن بتاعك ما بيولعش، بيولع من فوق لوحده وتحت يعني بيولع من فوق لوحده وتحت لوحده ما بيولعوش مع بعض، تقدري تولعيه من فوق تسخنيه على اعلى درجه حراره وتدخلي الكفته. اول كده ما تنزل كده البهاريز بتاعتها والخضار ينزل ميته وتشربها تاني، خلاص طلعها بقى تاخد لون على الشوايه وطلعها على طول. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، ربع ساعه بالكتير هتكون طالعه معاكي. ما تغيبهاش في الفرن عشان ما تنشفش. تمام كده. طلعت بالجمال ده بعد ربع ساعه متماسكه، ما فكتش معايا ومستويه جدا وطعمها كان رائع. جنبي بقى شويه طحينه بالعيش، او لو حابه تعملي جنبها رز بسمتي. شايفين قد ايه مستويه ولونها فاتح من جوه وجميله جدا. يلا حبيبتي قومي اعمليها، مش هتاخد منك اي وقت خالص. لو حابه في الوقت ده تجيبي فحمايه وتولعيها على النار وتحطيها في طبق وتحطي عليها نقطه زيت وتغطي على الصينيه، والكفته هتاخد ريحه الفحم وهتبقى جميله. شايفين قد ايه فاتحه من جوه وطعمها كان رهيب. مع السلامه.